السلام عليكم. فيديو النهاردة هيعجبكم جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل اللفت المخلل السريع بطريقة حلوة جدا، وكمان هنعرف تكات وحركات اللون الخطير الأحمر اللي انتوا شايفينه ده. أنا شيرين ودي قناتي حلو وحادق مع شيرين. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف اللفت القمر ده اللي هيتخلل في 4 أيام بس حرفيا بيتعمل ازاي. يلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين احنا عندنا كمية من اللفت، وده حوالي 2 كيلو من اللفت. طبعا انا بقول لكم ان الحجم ده مناسب جدا، ما نشتريش اللفت الكبير. كل ما يبقى اللفت حجمه وسط كل ما يبقى مسكر، وما يبقى من جوه كده لونه ابيض شفاف حلو كده. زي ما انتم شايفين طبعا انا غسلت كويس جدا، وهبتدي ان انا اقطعها، ولو في اي حاجة مش ظريفة فيه كده بشيلها. طبعا زي ما انتم شايفين انا سايبة العروق، لان العروق دي احنا هنخللها مع اللفت. ده السمك المناسب لتقطيع اللفت عشان ما يتهرش منك. اللفت بتاعنا النهاردة سهل جدا وسريع، وبجد خلال 4 أيام هتاكليه وهيبقى حلو جدا. طبعا السكينة المشرشرة دي أنا بقطع بيها المخللات عشان تبقى زي شكل المخلل اللي بنجيبه من معامل الترشي أو من المطاعم. لو انت حابة تستخدمي السكينة العادية مفيش أي مشكلة، المتاح عندك اشتغلي بيه. قطعت بقى اللفت بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين انا مقطعه الكميه كلها، بس انا سايبه معاكم كام واحده كده عشان التصوير. عايزه اوريكم بقى الشكل وشايفين السمك بتاع اللفت عشان ما يتهرش منك. ما ينفعش ان هو يكون اقل من السمك ده. شايفين الزجزاج اللي فيه ده من القطاعه حلو جدا. اللفت طبعا زي ما انتم عارفين ده من الحاجات الشتوية اللي بتتزرع في الشتاء. دي العروق. عايزة اقول لكم بتبقى احلى من اللفت حرفيا. هنقطعها كويس جدا بالشكل ده، وهنعيد غسلها تاني وهرجع لكم. لازم طبعا نغسلها كويس جدا زي ما انتم شايفين. غسلناها بقى هنا كده وظبطناها. هنبتدي بقى نقطعها كده يعني نصين، ما يعني مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، بحيث ان هي تبقى نفس حجم اللفت. بقول لكم العروق دي ممتازة حلوة جدا في الاكل، وبتتخلل وبتبقى جميلة جدا، ما ترميهاش. قطعنا بقى كل الكمية بالشكل ده، وزي ما قلت لكم احنا غسلينها كويس جدا. اهم حاجة يا جماعة الغسيل، لان اللفت بيبقى فيه كمية تراب وطين جامدة جدا. فاهم حاجة في وصفة اللفت المخلل ان احنا نغسله كويس جدا. طبعا كده اللهم بارك اللفت معايا جاهز. هنرش عليه 2 معلقة ملح زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلبه كويس جدا. طب 2 معلقة الملح دول ليه؟ عشان انا عايزة اللفت يخرج كل السوائل اللي فيه قبل التخليل، لان السوائل اللي موجودة في اللفت دي بتبقى يعني مايلة للمرار شوية. فلو انا خللته على طول كده المخلل بتاعي هيبقى فيه نسبة مرارة. ف2 معلقة الملح دول بينزلوا كل السوائل اللي في اللفت، عشان بعد كده اخلله على نظافة. سبته 2 3 ساعات كده زي ما انتوا شايفين. نزل كمية مية شايفينه، وتحسوا ان هو حجمه قل شوية عن مكان. طبعا المية دي انا هستغنى عنها خالص، وهشطف اللفت كويس جدا وهصفيه قبل ما احطه في البطرمان بتاعي. يلا بقى نعمل محلول الملح بتاع التخليل بتاعنا. انا معايا حوالي 6 كوبايات مية عادية جدا. هننزل عليها بحوالي 6 معالق من الملح. هنا كوباية المية بتاخد 1 معلقة ملح، ودي خليها يعني وصفة رئيسية لأي مخللات انتي بتعمليها. أي نوع مخلل كوباية المية عليها معلقة واحدة من الملح. طبعا أنا
قلبت الملح كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وضفنا حوالي ربع كوباية من الخل. وده بنجر احنا قشرناه، وده بقى سر اللون الأحمر اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو. طبعا احنا ما بنحطش اي الوان صناعيه ولا طبيعيه، احنا بنحط حاجه يعني تدينا طعم وتدينا لون وكمان فايده. طبعا احنا عارفين ان البنجر مهم جدا وفوائده كتير جدا جدا. هتستفادي بيها في المخلل بتاع النهارده. هيدينا لون وهيدينا قيمه غذائيه، وكمان من الحاجات المفيده جدا للولاد وللكبار كمان. انا هنا حطيت وزعت البنجرايه اللي انا قطعتها دي جوه المخلل وضفتها في البطرمان. ولازم يعني زي ما انت شايفه تختاري حجم البطرمان المناسب للكميه اللي انت عاملاها. طبعا احنا هنا بنملى بقى البطرمان بالمحلول الملح اللي احنا عاملينه زي ما انتوا شايفين، ولازم المية تغطي اللفت كويس جدا. طبعا المية هنا ما قضتش معايا، مفيش اي مشكلة. هنعمل محلول ملح تاني. حطينا حوالي 3 كوبايات من المية، عليهم 3 معالق من الملح على حسب الكمية اللي فاضلة معاكي. دوبناهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وبرضو ما ننساش نحط برضو حبة خل عليهم بعد ما ندوبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. نزلنا بقى بحبة خل كده مناسبين للكمية، وبعد كده هنقلبهم ونكمل البطرمان بتاعنا. طيب احنا ليه مثلا ما حطيناش شطة؟ او زي ما انت عايزة، الشطة دي اختياري. حابة تحطي هريسة شطة، حابة تحطي شطة ناشفة، فلفل مطحون، زي ما انت حابة. بس انا حابة طبيعي كده عشان الولاد. وكمان احنا قلنا نعمله زي بتاع معامل الترشي والمطاعم بالظبط. تبارك الرحمن زي ما انتوا شايفين كده، بعد 4 أيام حرفيا، ما زدناش يوم ولا نقصنا يوم. 4 أيام اللفت كان جاهز بالشكل الروعة اللي انتوا شايفينه ده. بجد بجد أحلى من أحلى مطاعم ومن أحلى معامل ترشي. حاجة نظيفة في البيت، غسلها على ايديكي، اللون طبيعي، حاجة كده ما شاء الله عليها. بجد جربوها تعجبكم جدا، وعايزة أعرف رأيكم في الكومنتات بعد ما تعملوها. شايفين تبارك الرحمن اللفت مش مهري ولا أي حاجة. عايزة أوريكم بقى اللون، شايفين اللون طبيعي جدا، حاجة حلوة مفيدة جدا للولاد لو شربوها وهم بياكلوا اللفت، مفيدة جدا ليهم. طبعا انتوا عارفين ان البنجر بيعزز المناعة، وكمان بيقوي الانيميا. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنينوا في فيديو جديد ان شاء الله.